السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم كريم هايل جدا هيعمل على ترطيب الإيد وتبييض الإيد. من الحاجات اللي أنا وصيت عليها للبشرة، سواء لبشرة الوجه أو للرقبة أو للإيد. من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعمل على الترطيب العميق وبتعمل كمان على التفتيح. لازم نواظب عليها سواء للبشرة او للايد. النهارده جاي اتكلم على تنعيم ايديكي وتبييضها. طبعا في الشتاء كلنا بنغسل مواعين وده شيء وارد، والميه كمان بتكون سخنه فممكن تعمل للايد تجاعيد ونشفان للجلد، والجلد بيبقى جاف وبتبص تلاقي ايديكي ناشفه. فكل ده احنا في غنى عنه لما بعد ما بنغسل المواعين وبنغسل الصحون وبنروق البيت ونخلص شغل البيت كله، بنغسل ايدينا بصابونه المفضله ليكي. وبعد كده بنبدأ ندهن من كريم بنسينول. كريم بنسينول فيه تركيبة جميلة جدا بتعمل على ترطيب الجلد بشكل عميق جدا، وبتعمل كمان مع كتر الاستخدام بتعمل على تفتيح المكان اللي بيدهن بيه الكريم. من الحاجات الهايلة اللي انا بوصيكي بيها، وقبل كده كنت قلت لكم عليه لترطيب القدمين لو احنا اضفنا عليه كمان كريم كرباميد. فكريم بنسينول من الحاجات الهايلة اللي انا بوصيكي بيها، اللي دايما بقول ان هو من الحاجات الجميلة اللي سعرها في متناول ايدينا، وفي نفس الوقت استخدامها مش صعب. احنا هناخد جزء صغير بعد ما نغسل ايدينا نبدأ نمسح بيها الايد. فعلا من الحاجات اللي بتنعم الايد بشكل جميل جدا، واتمنى ان دايما تجربيها. ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة.